قمت أكلت ضربت وجبة شيت على الصبح على الديرتي بالك. ومشغل أغاني كده ريلاكس. عندنا النهاردة زي ما قلنا تمرين بول. الشهر ده أنا مريح من الجيم أوي، مش أوي يعني غالبا حاسس إن أنا الخمس شهور اللي فاتوا كنت بجهد نفسي أوي على أساس إن أنا ممكن أخش البطولة. كنت بشوف مستواي هيوصل لإيه حتى لو أنا من غير دايت وكده، فغالبا مستواي ما كانش احسن حاجه، وانا حسيت برضو ان انا المفروض ان انا اعمل العمليه وكده، وما رضيتش اضغط على نفسي قوي على الدايت، لان انا لسه مش حاسس ان انا احسن مستوى ان انا ممكن اخش مثلا بطوله. يا رب النهارده اليوم يبقى مشمس، لان انا احس ان الدنيا ابتدت تسقع هنا قوي. طب انا اطلع الوجبه بتاعتي بتاعت قبل التمرين، هي في التلاجة، اعمل لها جاهزه يعني. غالبا دي اخر وجبه، ف جاهزة بقالها يوم ونص أو يومين. حطوها في الاير فراير و هنودو. يعني أنا غالبا الشخص اللي هنا الناس ممكن تشوفني مختلف من يوم الاتنين واقف مستني الجيم، إن أحس إن أنا قصرت الكام يوم اللي فاتوا. ريحت 4 أيام، فغالبا الشهر ده غالبا ما كانش فيه تمرين كتير، كان في إن أنا أبقى محافظ على المستوى، لأن كان قدامي كذا حاجة المفروض لسه بخلصها وهخلصها، فالمفروض ان انا احافظ على المستوى. وبحاول ان انا اعمل اكتر. يعني غالبا المفروض ان انا اوزن النهارده، بس ما وزنتش، فغالبا ممكن اوزن بكره باذن الله. فبس هسخن دلوقتي الاكل وهنتكل على التمرينه باذن الله. توكل قشطه. يزرع الصحراء انا. طب يا جدعان، الساعه 7 الصبح، وينتر ارك بقى والجو ده. معايا هنا مش عارف بيتقال ايه، بيتروت، مش عارف اسمه ايه بالعربي. آه، ومعايا هنا مكرونة وفراخ، 150 جرام بروتين، 180 عشان المفروض النهاردة آخر يوم في اللو كارب، فنسمي الله. دي مثلا حاجة ممكن نقول عليها ضريبة الغربة، ان انت تقعد لوحدك وتاكل لوحدك وحياتك لوحدك، فغالبا دي نقدر نقول عليها ضريبة الغربة، فاهمني؟ فانا الحمد لله انا راضي. ف انا كمان بسعى، بعمل اللي عليا، فاهمني؟ عايش لوحدي، باكل لوحدي، حياتي لوحدي، احسن كده، فاهمني؟ مش ناقصة وجع دماغ. بإذن الله تمرينة البول النهاردة تبقى حلوة، لأن أنا رجعت بقيت بحس بالأوزان دلوقتي في البوش بول ليج. صباح القشطة. طب يا جدعان، احنا رايحين على الجيم اهو. غالبا مفيش حد بيعمل الكلام اللي انا بعمله ده. الشمس طالعة النهاردة. آه، طب يا شباب، احنا جبنا القهوة الفريدو، نضربوا قهوة قبل التمرين. غالبا مش مونستر، مش عارف ليه حسيت ان انا وحشني القهوة اكتر. الشمس هنا بتطلع بفلوس، مش تاخد دش شمس هنا حاجة رير قوي يعني. انا هقف كده 5 في الشمس قبل ما اروح الجيم، وبعد كده ايه اشرب القهوة شوية، اخد شوية فيتامين سي وقشطة. حاليا
عندي تمرين البول. انا شايف الشهر ده كده خلاص الريكفري بتاعي زي الفل. تمام. اتعمل لنا ريكفر حلو يعني، نقدروا بقى ايه نبلق على نظافة. بس انا حاسس ان انا مش ببلق، حاسس ان انا بملى عضل، مش عارف ليه. حاسس ان انا مهما اعمل في البلق مفيش، لسه هفضل زي ما انا. على العموم احنا ده غالبا هيبقى اول تاني اسبوع في البوش بول ليج، فهنشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. هشوف برضو مستواي النهارده عامل ازاي، لان انا الحمد لله يعني لسه اوزاني ثابته حتى وانا مريح. بس بقيت بحس ان انا بوجهد في التمرين اكتر من الاول، مش زي الاول. غالبا في البوش بول ليج الموضوع مختلف عن البرو سبليت. بحس ان انا اقوى في الاوزان في البرو سبليت. غالبا القهوه خلصت ولا ايه؟ ايه يا عم ده؟ دي حاطه فافه قهوه. مش عارف انا الناس المبتدئين دول. غالبا هنبداوا 4 مجاميع برضو كالعاده. مش عارف، انا كله بيتكلم بيقول لك هو احسن من ال4 مجاميع ان انت تلعب مجموعتين وخلاص. فانا بالنسبه لي ما جربتش موضوع المجموعتين ده، بس ممكن هجربه برضه اشوف النتائج بتاعته عامله ازاي. فغالبا انا في البوش بول ليج ببقى مثبت وزن واحد، ولا بعلي ولا بوطي في الوزن، ولا بلعب مثلا عن قوه تحمل او كده. لا، ببقى بلعب عادي نفس الوزن. غالبا هخش الفيرس جريب حاليا. انا بقالي 4 ايام مريح، فمش عارف الوزن هيقول لي ايه. انا داخل 77 وريفرس 77. خش 15 12 10 8. انا اقسم بالله التمرين اللي انا بديه لنفسي في تمرينة البول لو اديته في حياتي هيفرق معايا فشخ. بس انا حاسس ان انا احسن بعد الريكفري. حاسس ان انا مفوق اكتر. حاسس ان جسمي عمل ريكفري جامد من ال5 شهور تمرين. حاسس ان انا مفوق جامد، وحاسس جسمي بيبتدي فوق برضه، فاهمني، من كتر الضغط اللي كان عليه. فانا حاسس ان انا هدي برفورمانس حلو النهارده. غالبا دي تاني ست، حطينا الشدادات، يلا بينا نكسر التمرينه. اوبا. 5 1 2 3 4 5. بحب دايما في اخر عدتين اعلق ايدي 5 ثواني على البار وانا طالع، عشان الاداء يبقى احسن بكتير، والبرفورمانس في اللاتس يبقى معاك احسن بكتير. بس انا حاسس ان الزاويه دي، او عموما في تمرينة البول دي، حاسس ان هي مش رايحه على اللاتس خالص. حاسس ان هي كونديشن على البلك اكتر من على الديفينيشن. هنشوف. طيب يا شباب، احنا خلصنا الريفرس جريب رو ناو. هنخش بعد كده على المجموعة التانية، قصدي على الزاوية التانية، سنجل ارم هامر زي ما بيقولوا، تمرين العتاولة يعني. هنخش منشار، فاهمني، بالدمبل الواحد. الريفرس جريب حاسسها صعبة أوي لأن أنا كنت بلعب بوزن عالي،
وغالبا المفروض ان انت تلعب في وزن متوسط او وزن قليل، بس انا بحب احس بالوزن اكتر. مش عارف، الظهر كان مريح من شويه، دلوقتي حسيت ان جسمي ادى بومب اعلى من الاول، لان طبعا جسمي الطبيعي وهو في التمرين غير وهو بره التمرين. فيلا بينا نخش الريفرس. خلصنا الريفرس، يلا بينا نخش المنشار. طبعا الامكانيات على قد، احنا ما عندناش كاميرا مان فاهمني، فغالبا التصوير كله في الجيم هيبقى بالميرور او بالستاند. حتى الستاند اللي معايا ده مش جامد قوي، عادي يعني. انا هخش البيانات لان انا كده كده ما بحسهاش بوزنه قليل، فبيس يعني. بص، الجيم مش منظم خالص لسه كالعادة، بس اي حاجة جنب البيت هنعمل ايه. المفروض اخش 15 في 15 اربعينات. هنعملها ازاي دي بس؟ قشطة. الله. يلا بينا. اوبا. واحد جاي الصبح برضه زحمة، جاي بالليل برضه زحمة. قمر. غالبا دلوقتي هنخش على السيتد كيبل الفي، سحب عرضي. مش عارف، حاسس ان انا بامب قوي، بس حاسس ان التمرينه مش صعبه، سهله. تمرينه البول دايما سهله، مش عارف ليه معايا. غالبا عشان الباك عندي اقوى من الفرونت، فغالبا هنخش سيتي ده حاليا. يلا بينا. انا مش قادر. بقول مش تعبان. انا مش تعبان يا برو، عادي. اوكي يا شباب، هنخش 12 10 8 6 بدروب ست. مش عارف هخش في دي كام، غالبا نفس الوزن. انا ولا هعلي ولا هعلي الوزن، انا هخلي وزني في البوش بول ليج ثابت في كل المجاميع. ان انا بحاول ان انا املى، مش بحاول ان انا يبقى عندي باور ولا اي حاجه، لا انا بحاول ان انا يبقى عندي ماسلز، وانا مش بحاول ان انا انشف فاهمني، او مش بحاول ان انا اخسر وزن. غالبا اوزاني تبقى ثابته في البوش بول ليج، ولا اعلي ولا اوطي، اللي هو المتوسط اللي هو سبعينات ثمانينات 100 فاهمني. مش بعدي بقى 150 والكلام الهبل ده، والعب على الفيلير والجو ده فاهمني. لان انت في البوش بول ليج انت اوريدي بتعمل مجهود على جسمك، ده من وجهه نظري انا ومن جسمي. كل واحد على حسب طبيعه جسمه، انا مش هفتي اقول لك انت جسمك ممكن تعمل فيه ايه، انت براحتك فاهمني. فبس هي دي طبيعه جسمي، وهو ده اللي انا شايفه هيمشي مع جسمي يعني. تمام، كل واحد ليه طبيعه جسم، كل واحد ليه طريقه اسلوبه تمرين. يلا وحش وحش وحش. يلا بينا 15. قلنا كام؟ 12. يلا 15. يلا كده كده الوزن قليل. 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. بص دي بتفرق معاك في اللاتس قوي، وعلى حسب انت بتلعبها ازاي. انا دايما بحب
عشان في مكنه رجلك بتبقى فيها مرفوعه، دي رجلي فيها مستويه على الارض مش اللي هي مرفوعه سنه. فانا عن نفسي بحب ابقى واخد وضعيه ظهري كده، بحب وانا بسحب الكيبل انزل كده واضغط على اللاتس قوي، فاهمني، وارجع كده، فاهم قصدي؟ يبقى الضغط كله على اللاتس ولا على الشيست ولا على الكتف، فاهمني؟ دي من وجهة نظري انا. حاول ان انت دايما تشد الكيبل تحت بطنك هنا وتمسك يا من النص يا من تحت، عشان تبقى الملكه كلها كانك بتعمل سحب، فاهمني، على اللاتس. طيب يا شباب، احنا بعد السحب بعد اللاتس السحب غالبا هنخش خمسينات فيس روب، بس انا حاسس الروب ده قصير قوي عليا، المفروض اخد واحد اطول يعني، بس هو ده المتاح. فيلا 15 برضو 12 10 4 مجاميع 50 كيلو، المفروض يعني 50 كيلو هتبقى سهله قوي بالنسبه لي، ان انا متعود على اكتر. انا مش عايز الهيدسет تبقى موجوده، حاسس ان هي بتاثر على الزاويه قوي، هخلعها. اهم حاجه في المجموعه دي ان انت تعصر ترابيزك بكتافك الخلفيه، فاهمني؟ حاول ان انت تعصر كده، فاهمني؟ مش مهم الوزن، المهم العصر، فاهمني؟ ان انت بتشد بتكبس ترابيزك مع الترباس الخلفي. طب يا شباب، اخر زاويه في الظهر معانا ريل ديلت فلايز، تمام؟ يعني انا بالنسبه لي كبادي بيلدر مش عارف يعني، انا ما بحسهاش، انا بشوف يعني ممكن تبقى حاجات احسن منها بكتير، تمام؟ بس هي في البروجرام بتاعي، وانا يعني مش بشجعك ان انت تلعب الريل ديلت، لان انا شايفها زاويه يعني بتضغط على الميدل بودي اكتر ما بتضغط على السايدز، او بتضغط مثلا على اللاتس، فاهمني؟ فانت لو بتحب اللاتس او بتحب مثلا الابر او اللور، ما تروحش ريل ديلت، ممكن تشد مثلا مع الكيبل بول داون، ممكن تجيب معاك كابلات، يعني ظهر كابلات ممكن تجيب معاك. انا بالنسبه لي حتى البرفورمانس بتاعي بقالي كتير قوي ما لعبتهاش، فغالبا مشيت عليها شهر واحد بس مش اكتر، فمش عارف حتى البرفورمانس بتاعي فيها هيبقى عامل ازاي. حاسس ان هي بتحمل على الكتف اكتر، بس انا شايف ان انا بلعب فري ويتس اكتر، ودي حاجه حلوه ان هي بتشد الجسم كله. طبعا انا الفرونت بتاعي مريح، لان انا مريح بقالي 4 ايام ونزلت على بول على طول، فاهمني؟ الليج والبوش كانت تمرينه حلوه، وكانت باوزان حلوه، وحسيت البامب حلو. فمش عارف بقى الريل فلاي هتبقى معايا عامله ازاي، بالذات ان انا مش هسند ظهري على حاجه، او مش هسند وشي على حاجه. انا بلعب ب 15. طبعا انت لو عايز تشترك معايا اونلاين ابعت لي على انستجرام اونلاين كوتشنج، طبعا ابعت لك البروجرام بتاعك بتخصيص اكلك، بالبروجرام الاكل بالسبلمنتس بكل حاجه. خش هنا على الانستجرام واعمل لي فولو، ابعت لي اونلاين كوتشنج. نسبه الجمعه البيضاء عاملين 50% خصم
على ال3 شهور وعلى السنه. انا حس ان انا حتى على الكاميرا طويل قوي، فاهمني؟ عشان اطلع في الزاويه في الكادر لازم الموبايل يترفع فوق كده، فاهمني؟ ودايما عندي مثلا ايرور وانا واقف في المرايه، تحس ان في بسبوس كده وانت في المرايه. طب يا شباب احنا خلصنا الظهر حاليا، هنخش على البايسبس. هنخش بايسبس كيرلز وكيبل زيجزاج بايسبس 4 مجاميع برضو. انا بحب اخش الظهر مع الباي مش مع التراي، على حسب برضو انت وتفاصيل جسمك، محدش بيقول لك اعمل ايه، لان اللي انسب لك احسن. واللي انت بتشوفه لجسمك دي دايما نصيحتي لاي حد، اللي انت بتشوفه لجسمك هو احسن لك. انا حاسس ان انا اوزاني ما قلتش قوي، ومش حاسس ان انا تعبان زي ما بدايه التمرينه. حاسس ان جسمي كان مريح، ولما ابتدى ان هو يفوق مع الاوزان فاهمني؟ بس انا حاسس ان انا الريكفري بتاعي الشهر ده فارق معايا جدا، ويعفيني من الاصابات. دايما لو انت معدي ال5 شهور او 6 شهور، بالذات لو كنت بتحضر لبطوله وخلصت بطوله، دايما جسمك محتاج ريكفري، بس ما تخسرش البروجرس اللي انت كنت عامله بالذات في اوزانك. ده من وجهه نظري ملهاش اي 30 لازمه، ومن وجه طبيعه جسمي، ومن وجه اللي انا شايفه ككوتش. ممكن ناس كتير تنتقدني، ممكن ناس ما تنتقدنيش. انا واحد بلعب اللعبه بقالي 12 سنه الحمد لله، بس فهو ده رايي. هنخش 15 17 ونص، حاسس ان هي ولا حاجه، بس ان هي سهله قوي. الدراع ان انا كده كده ربنا واهبني دراع حلو الحمد لله، انا مش شادد على دراعتي قوي عشان ما تاخدش الحجم كله. ظهري ورجلي هم اهم حاجه. كده كده بص الدراع، دخلنا مجموعه واحده كانت الدراع شد معانا قوي، ودي حاجه انا ما بحبهاش، ان الدراع ياخد شكل جسمك كله او دراعك يبقى كبير. طول ما البايسبس بتاعتك مظبوطه والترايسبس باينه واخده متناسقه مع الجسم، مش لازم حاجه تبقى اكبر من حاجه، اهم حاجه التناسق يا كوتش. طب يا شباب احنا عندنا اخر تمرينه هنا، كيبل رو. ما عندهمش هنا زجزاج بار، فللاسف انا المفروض ان انا هلعب بالبار المتوازي. نفس الكلام برضو 15 12 10 8. ف يلا بينا خمسيناتي. دي اخر مجموعه، بعد كده استرتشات ونروحوا. شعراوي عاش بطل يا ابني. اخيرا الشمس طلعت. اليوم النهارده جامد، مش حاسس بكسل، حاسس ان انا بعمل عضله. هنشوفه برضو البامب بتاع الظهر، شكله ما ينفعش ناخد التيشيرت هنا، بس انا شايف البامب عظمه قوي يعني، فاهمني؟ هنشوفه برضو ايه، نلعب تيشيرت ونشوف البامب ايه عامل معانا ايه بعد كام يوم راحه دي. كده البامب هتلاقيه انسان. يا جماعه خلينا نشوف البامب عامل ازاي. شوف تمرين البوش والبول ليج فرقت عن البرو سبليت ولا لا؟ انا مش شايف البامب عامل ازاي، بس انتوا تشوفوا تقولوا لي رايكم في كومنتس. تمام. هنبوس حاليا. عايزين نشوف العرض والمد والسماكه. يلا بينا. اوب اوف. طبعا انا مش هقدر افتح ايدي لان انا جسمي في عرض الحمام.
كده عظمة أوي. طب يا شباب احنا خلصنا التمرين، طلع الفجر علينا. الناس كلها لسه صاحية حاليا وانا صاحي من بدري قوي. آه، مش عارف، حاسس ان التمرين مرهق والبامب كان جامد والتمرينة كانت جامدة، بس في نفس الوقت مش حاسس ان انا هروح بكرة جسمي هلاقيه متكسر. حاسس ان انا هصحى الاقي نفسي عادي خالص، فاهمني؟ ف مش عارف بقى، هشوف بكرة غالبا. الشمس عظمة. الشعراوي كان معاكم، متنساش تعمل سبسكرايب تشوف حاجات جديدة، لسه بادئين القناة. آه وجيم رات، واحلى مسا عليكم. مش عارف الكابتن اللي ورا ده بيبص لي كده، بس بيس يعني. سلام. Essa mina é sinistra, ela só gosta